السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، معاكم مس ميرنا عماد في أول درس في الدراسات الاجتماعية. درسنا النهاردة بيتكلم عن قارة آسيا وقارة أوروبا. في الحقيقة هما تكملة لمنهج السنة اللي فاتت اللي كان بيتكلم عن قارة أفريقيا، فتكملة لأفريقيا هناخد معاها آسيا وأوروبا، ودول كلهم بنقول عليهم قارات العالم القديم. تمام، يعني ايه قارات العالم القديم؟ هو في قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. ايوه تمام، قارات العالم القديم هما التلاتة دول، آسيا وأفريقيا وأوروبا. طب والقارات التانية دي يا ميس ما كانتش موجودة؟ لا، هي كانت موجودة، اللي هي منهم أستراليا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. تمام، وقارة انتاركتيكا أو القارة القطبية الجنوبية المتجمدة كانوا موجودين. كانوا موجودين بس ما كانوش لسه اكتشفناهم. طيب هناخد دلوقتي كل حاجة بالتفصيل في قارة أوروبا وقارة آسيا. الاتنين مع بعض بنطلق عليهم اسم أوراسيا أو أوراسيا، نطلق عليهم اسم أوراسيا، يعني آسيا وأوروبا بيطلق عليهم أوراسيا. طيب المساحة بتاعتهم بقى، قارة آسيا المساحة بتاعتها كام؟ 44.2 مليون كيلو متر مربع. طيب قارة أوروبا 10.5 مليون كيلو متر مربع. طيب دي المساحة بتاعت دي والمساحة بتاعت دي. طيب قارة آسيا بيقولك هنا اهو تعتبر من أكبر قارات العالم من حيث المساحة. طيب وأوروبا امتداد ليها من الجهة الغربية. طيب وبعدين قارة أوروبا تعد سادس قارات العالم من حيث المساحة. من حيث المساحة هي رقم 6 على العالم. طيب بيقول لنا معلومة كمان مهمة، إن آسيا تمثل 30% من مساحة اليابس من الكرة الأرضية، وأوروبا تمثل 7% من مساحة اليابس في الكرة الأرضية. طيب في حاجات مهمة بقى هنا في قارة آسيا لازم نعرفهم، اللي هي الحاجات أو البحار والمحيطات المحيطة بيها، اللي هم عندنا أول حاجة القطب الشمالي، المحيط القطب الشمالي. تمام، ده في قارة شمال قارة آسيا. طيب وعندنا كمان؟ عندنا المحيط الهادي في الجهة الشرقية، والمحيط الهندي في الجنوب، كمان وفي اليابس هنا اهو جبال أورال ماشي في الجهة الغربية، كمان والبحر الأسود، تاني مضيق بسفور اهو، مضيق بسفور هنا اهو، وجنبه مضيق الدردنيل اهو. تمام، كمان البحر المتوسط ماشي، والبحر الأحمر، وقارة أفريقيا، وقارة أوروبا. طبعا دي أهم الحاجات اللي بتحيط من قارة آسيا. طيب في أماكن بتقترب منها آسيا من قارات تاني. في عندنا مضيق، ثواني، مضيق برينج فين؟ مضيق برينج بين أو بيقترب من أمريكا الشمالية وآسيا. طيب في تاني؟ في عندنا تحت بحر تيمور بيفصل بين جزر إندونيسيا اللي هي تبع آسيا وبين قارة أستراليا. طيب كمان؟ وعندنا هنا اهو مضيق باب المندب، هنا بيقترب بين
أفريقيا وآسيا. طيب عند أوروبا بقى عندنا مضيق البسفور لسه قايلينه، ومضيق الدردنيل، ده بين أوروبا وبين آسيا، بين أوروبا وبين آسيا. وكمان البحر الأسود قلناه. تمام. ودي جبال أورال أهو زي ما مكتوب عندنا تحت. تقترب قارة آسيا من قارة أفريقيا عند مضيق باب المندب، وكمان وتقترب من أوروبا عند مضيق البسفور والدردنيل أهو. تمام. ومن أمريكا الشمالية عند مضيق برينج. طيب وتقترب من قارة أستراليا عند بحر إيه؟ تيمور، زي ما شفناهم على الخريطة. طيب عندنا الموقع الفلكي. طبعا احنا عارفين ان هو الموقع الفلكي اللي هو الموقع بالنسبة لخطوط الطول ودوائر العرض. طيب ايه موقع أستراليا، ايه موقع آسيا من الكلام ده؟ تقع معظم قارة آسيا من دائرة عرض رقم 10 جنوبا إلى 81 شمالا. فين 10 جنوبا؟ دائرة عرض 10 جنوبا، هنا هو آخرها 10 أهو، أدي هنا رقم 10. تمام. لحد الشمال، لحد الحتة دي كده أهو آخرنا عند إيه؟ لو جينا حسبناها عند هنا كده فوق 70، فوق دائرة العرض اللي هي 70 هيكون وصل لحد إيه؟ 80 و81 تقريبا زي ما هو مكتوب. طيب يعني تقع إيه؟ في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. يعني كده إيه؟ آسيا تقع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. طيب ما عدا إيه؟ الجزر الإندونيسية الواقعة إيه؟ جنوب دائرة الاستواء. فينهم دول يا ميس؟ أهم أدي دي جزر إندونيسيا جنوب إيه؟ دائرة الاستواء. أدي زي ما احنا عارفين إن دي دائرة الاستواء، هم تحتها إيه؟ تحتها على طول اللي هي الحتة دي كده، دي جزر إندونيسيا. تمام. طيب وتمتد من خط الطول 26 شرقا حتى 170 إيه؟ غربا. فين دول على الخريطة؟ أهو هنا أهو، ده آخر دائرة، آخر خط طول في قارة آسيا. لو جينا نيجي هنا أهو تقريبا عند 170، عند إيه؟ 170 اللي هو بين 160 وبين 180. تمام. طيب وفين تاني يا مس؟ ادي خط جرينتش. تمام. اوروبا اخر اسيا اللي هي الحمراء هنا اهو، المنطقة دي كده. تمام. لو جينا نعملها عند خط الطول فوق 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 بعد 20 هتوصل لحد رقم 26. تمام كده. يبقى عند خط الطول من 26 لحد 170. تمام. كل ده ايه؟ كل ده فين؟ غرب ايه؟ خط جرينتش. عشان كده هي تعد ايه؟ اكبر قارات العالم من حيث ايه؟ الامتداد الفلكي زي ما احنا لسه قايلين. طيب ندخل على الجزئية اللي بعد كده، وهي الأهمية الاستراتيجية لقارة آسيا. آسيا ليها أهمية استراتيجية طبعا. ليه؟ لأنها تطل على مسطحات مائية مهمة جدا، بالإضافة إلى إشرافها على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة زي مضيق باب المندب ومضيق هرمز. فين باب المندب وفين هرمز؟ آدي مضيق باب المندب عند خليج عدن، وادي مضيق هرمز عند الخليج العربي. طيب
دول مهمين الاتنين دول، مهمين جدا. دول عندنا كده هو بالظبط زي قناة السويس، فدي ممرات ملاحية مهمة جدا، بيعدي فيها سفن، بيعدي فيها مراكب، فطبعا دي بتعمل لها أهمية استراتيجية كبيرة جدا. طيب، أهمية استراتيجية يا ولاد اللي هي يعني من حيث اللي هي المراكب اللي بتعدي والفلوس اللي بتدخل والحاجات دي. طيب، بعد كده عندنا ايه الأهمية الاقتصادية. تمثل قارة آسيا معبرا رئيسيا لطرق التجارة البرية والبحرية منذ العصور القديمة، مثل طريق الحرير وطريق التوابل، كما أدى موقعها الفلكي إلى تنوع كبير في مناخها، وبالتالي تنوع النباتات والحيوانات والمحاصيل الزراعية. طيب، دي الأهمية الاقتصادية بتاعة قارة آسيا. طيب، آسيا ليها أهمية دينية؟ طبعا ليها أهمية حضارية دينية. ليه؟ قامت في قارة آسيا العديد من الحضارات العريقة، مثل حضارة بلاد الرافدين، تمام، وحضارة فينيقيا، والحضارة الصينية، والحضارة الهندية، إضافة إلى الحضارة الإسلامية طبعا. كما تعد آسيا مهد الديانات السماوية اللي هم اليهودية والمسيحية والإسلام، الأديان السماوية الثلاثة، وتضم العديد من المواقع المقدسة. ندخل بقى على قارة أوروبا. تمام. طيب، تحيط المسطحات المائية بقارة أوروبا من الثلاث جهات. في الشمال عندنا المحيط القطبي الشمالي، وفي الغرب المحيط الأطلنطي، وفي الجنوب البحرين المتوسط والأسود، ومن الشرق قارة أستراليا، من الشرق قارة آسيا، وتقترب من قارة أفريقيا عند مضيق جبل طارق زي ما احنا شفناها كده على الخريطة. ادي أوروبا. تمام. هنا هو في الشمال المحيط المحيط القطبي الشمالي. طيب، وفي الجنوب البحر الأسود والبحر المتوسط. تمام. وفي الشرق هنا قارة آسيا، وفي الغرب المحيط الأطلنطي، وتقترب من أفريقيا عند مضيق جبل طارق، ومن آسيا عند مضيق البوسفور ومضيق الدردنيل زي ما احنا قلناهم من شوية. طيب، كمان؟ طيب، الامتداد الفلكي تمام بين دائرتي عرض 36 و71 شمالا. فين ده؟ ادي هنا دائرة عرض من هنا كده آخر أوروبا تقريبا 36. طيب، وإيه تاني؟ لحد 71 تقريبا 71 فوق 70 على طول. تمام. شمالا، أي أنها بأكملها تقع فين؟ في النصف الشمالي للكرة الأرضية، مما أدى إلى وقوع معظم القارة في المنطقة المناخية المعتدلة الشمالية، يعني المناخ بتاعها معتدل. تمام. طيب، بالنسبة لخطوط الطول تمتد من خط الطول 25 غربا حتى خط الطول 66 شرقا. فين ده؟ ادي هنا آخر أوروبا تقريبا 66. تمام. وآخر أوروبا من الناحية دي. نطلع 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 لا، ثواني، من أول الحتة دي كده تمام. بعد 20 يبقى رقم 26 أو 25 زي ما هو مكتوب تحت، مكتوب 25.
تمام، يعني هنا اهو تقريبا 25. تمام، خط الطول من ناحية ايه؟ من ناحية جرينتش، من ناحية جرينتش اللي هو ده. الناحية دي قلنا غربا والناحية دي شرقا. تمام، يعني هو ايه؟ الغرب بتاع خط جرينتش. طيب ايه كمان؟ أهمية موقع أوروبا. طيب عندنا أهمية استراتيجية لموقع أوروبا. تطل قارة أوروبا على مسطحات مائية مهمة، بالإضافة إلى إشرافها على ممرات ملاحية ذات أهمية استراتيجية كبيرة زي مضيق جبل طارق زي ما احنا قلنا، والبسفور والدردنيل. تمام، ودول شفناهم على الخريطة. طيب عندنا ايه تاني؟ أهمية اقتصادية. ساعد الموقع الجغرافي لقارة أوروبا على سهولة التواصل الاقتصادي بين باقي قارات العالم، مما ساعد موقعها الفلكي على تنوع مناخها. يعني المناخ عندنا متنوع، دي أول حاجة بيخلي يكون عندها سياحة وعندها زوار من قارات تاني ومن بلاد تاني بتحب إنها تزور أوروبا والبلاد اللي في أوروبا، لأن المناخ بتاعها كويس. تمام، وإيه كمان؟ والموقع بتاعها مسهل التواصل بين باقي قارات العالم. طيب ايه كمان عندنا بعد كده؟ ايه الأهمية الحضارية؟ في حضارات مهمة في أوروبا. طبعا في قامت عدة حضارات قديمة في قارة أوروبا، مثل حضارة اليونان، حضارة الرومانية، كما قامت بها الحضارة الغربية الحديثة التي شهدت الثورة العلمية والصناعية. طيب دي أهمية موقع قارة أوروبا. طيب تاني حاجة معانا بقى النهاردة هناخد مظاهر السطح في قارة آسيا وفي قارة أوروبا. طيب ايه مظاهر السطح المهمة عندنا؟ عندنا أول مظاهر سطح مهمة جدا هي جبال. طيب أهم السلاسل الجبلية اللي موجودة عندنا في آسيا هي جبال الهيمالايا، ودي تعد أضخم وأعلى السلاسل الجبلية في العالم كله، وفيها أعلى قمة اللي هي قمة إيفرست. دي قمة إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم كله. تمام، حوالي 8848 متر فوق سطح البحر، وتمتد في قارة أوروبا في العديد من السلاسل الجبلية، وأشهرها جبال الألب. ماشي، وتمثل قمة مون بلان أعلى قمة بها، تزيد ارتفاعها عن 4800 متر. ولجبال الألب عدة مسميات، مسميات بتتسمى من دولة لأخرى اسم مختلف. يعني جبال البرنس بين فرنسا وأسبانيا، وجبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان. طيب نشوف كل ده على الخريطة يا مس. نشوف. عندنا زي ما قلنا ادي جبال الهيمالايا اللي فيها قمة إيفرست فين؟ في آسيا. تمام، جبال الهيمالايا. طيب في أوروبا قلنا عندنا جبال الألب اهي. تمام، ليها اسمين مختلفين، جبال البرانس هنا اهو، وجبال الألب الدينارية. جبال الألب الدينارية المفروض هنا في شبه جزيرة البلقان. طيب عندنا كمان؟
عندنا هضاب تاني أهم المظاهر الجبلية أو المظاهر الموجودة في قارة آسيا وأوروبا. عندنا هضاب، من أهم الهضاب عندنا أعلى هضبة برضو في العالم اسمها هضبة التبت، موجودة في وسط قارة آسيا، ودي هي إيه أعلى هضبة في العالم، ولذلك تعرف بسقف العالم. ماشي. وهضبة الدكن التي تشمل معظم الجزء الجنوبي من دولة الهند، وهضبة شبه الجزيرة العربية في غرب القارة. دول أهم 3 هضاب. تمام. ادي عندنا هضبة هضبة التبت جنب جبال الهيمالايا، أعلى جبال العالم وأعلى هضبة في العالم، الاتنين جنب بعض. طيب عندنا قلنا هضبة الدكن في جنوب الهند، وهضبة شبه الجزيرة العربية في الغرب. تمام. دول ال3 هضاب اللي عندنا. ادي في الوسط التبت في الوسط، وفي الجنوب الدكن، وفي الغرب شبه الجزيرة العربية. طيب عندنا كمان؟ أما في قارة أوروبا توجد عدد قليل من الهضاب مختلفة المساحة، ومنها هضبة المزيتا في أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى في فرنسا. ادي هضبة المزيتا في أسبانيا، وهضبة فرنسا الوسطى في فرنسا، هنا هو فرنسا. تمام. طيب دي كل الهضاب اللي عندنا وكل الجبال اللي عندنا في آسيا وأوروبا. طيب عندنا تاني حاجة السهول. عندنا سهول ساحلية وسهول فيضية. طيب السهول الفيضية يجري في قارة آسيا العديد من الأنهار، تمام، والتي كونت سهولا فيضية. يعني طول ما عندنا نهر يبقى حوالين النهر ده اسمه سهل فيضي، سهل أو سهول فيضية. تمام. بتكون خصبة يعني بيتزرع فيها، زي زي السهول الفيضية اللي عندنا بتاعت نهر النيل. كلنا عارفين ان احنا بنزرع حوالين نهر النيل، لان التربة بتاعته بتبقى تربة خصبة صالحة للزراعة. ففي استراليا في نفس الموضوع، في آسيا قصدي في نفس الموضوع. طيب ايه السهول اللي عندنا في شمال القارة؟ عندنا سهول سيبيريا، ويجري فيها عدة أنهار، أوب وينسي ولينا. تمام. طيب فين دول؟ فين؟ ادي سهل سيبيريا، هي دي كلها تعتبر سهول سيبيريا، اللي هي المنطقة دي كلها دي اسمها سهول سيبيريا. فيها 3 أنهار، نهر لينا اهو، ونهر ينسي اهو، ونهر أوب. تمام. السهول دي بيتزرع حواليها جدا، لان دي انهار بتشرب منها ويتزرع منها عادي جدا. بس فيها حاجة صغننة قوي، ان الانهار دي بيقولك بتتجمد في الشتاء، فعشان كده بتفقد اهميتها الاقتصادية. ازاي يا مس؟ اهو نشوف. والتي تتجمد في فصل الشتاء. طيب لما تتجمد هينفع نشرب منها؟ لا. هينفع نزرع منها؟ برضو لا. فللأسف الأنهار دي ما بيبقاش ليها أي لازمة في فصل الشتاء. طيب ايه كمان يا مس؟ شرق القارة عندنا سهل الصين. سهل الصين، ويجري فيها عدة أنهار أشهرها اليانجستي، وده أطول أنهار قارة آسيا، وتالت نهر في العالم من حيث الطول. ماشي. وسهل منشوريا، ويجري فيه نهر أمور. طب نشوف كده هم مع بعض، فين سهل الصين وسهل منشوريا؟ تمام. ادي سهل منشوريا بيجري فيه نهر أمور، وادي سهل الصين تمام بيجري فيه نهر اليانجستي. تمام كده. ادي ال3 اهم على الخريطة، الاتنين دول. طيب بيقولك ايه كمان؟ في غرب القارة تمام عندنا سهل النهري، دجلة والفرات، دول احنا عارفينهم طبعا. وفي الجنوب
جنوب القارة عندنا ايه؟ نهر السند. فين؟ نشوفهم. ادي نهر السند في جنوب اسيا. تمام. وعندنا ادي نهر الفرات، وادي نهر ايه؟ دجلة في الغرب. طيب وصلنا لحد فين تاني؟ طيب دول اللي في آسيا. طب اللي في أوروبا؟ يعد السهل الأوروبي العظيم أكبر السهول الفيضية. فين ده؟ أدي السهل الأوروبي العظيم أكبر السهول الفيضية في أوروبا، حيث إيه؟ يجري فيه العديد من الأنهار، ومنها نهر الفولجا أطول أنهار أوروبا، ونهر الدانوب. وقد ساعدت هذه السهول على سهولة الاتصال بين أجزاء القارة، وكمان إيه؟ تحقيق التنمية الزراعية، يعني بيتزرع فيها. تمام. ادي صورة للسهل الأوروبي العظيم. تمام. نشوفه على الخريطة. ادي اهو السهل الأوروبي العظيم ده كده، بيجري فيه نهر الفولجا، ودي نهر الدانوب. تمام. والمنطقة دي كلها منطقة ايه؟ زراعية، بيتزرع فيها كويس جدا جدا جدا. طيب عندنا ايه كمان؟ بعد كده عندنا السهول الساحلية. تأتي قارة آسيا في المرتبة الأولى بين قارات العالم من حيث طول سواحلها، وذلك بسبب إيه؟ اتساع مساحتها وكثرة الخلجان والأذرع المائية بها. يعني هي إيه؟ من أولى قارات العالم اللي فيها إيه؟ سواحل كتير. ويختلف اتساع هذه السهول من مناطق إيه لأخرى تبعا لاقتراب أو بعد المرتفعات والمسطحات إيه المائية. ويوجد بالقرب من سواحلها عدد كبير من إيه الجزر، زي مين؟ جزيرة سريلانكا. تمام. في جنوب الهند، بالإضافة إلى مجموعة جزر متجاورة تسمى بالأرخبيل. الأرخبيل. تمام. مثل أرخبيل اليابان وأرخبيل إيه إندونيسيا. هنشوفهم دلوقتي على الخريطة. تمام. فين؟ أهو. أرخبيل اليابان. تمام. وهنا أرخبيل الفلبين. دي كلها جزر صغننة صغننة خالص. وعندنا ايه تاني؟ ادي جزيرة سريلانكا. ماشي. وادي هنا اهو الأرخبيل الأندونيسي. الأرخبيل ده يا ولاد عبارة عن ايه؟ جزر كده اهو صغننة جنب بعض. تمام. حاجات كده اهو صغننة خالص زي دي ودي واللي هي ايه الحاجات الصغننة خالص دي كلها بنقول عليها ايه؟ أرخبيل. طيب بعد كده عندنا ايه؟ السهول الساحلية في قارة أوروبا، فيختلف اتساعها من مكان لآخر، وتتميز سواحل قارة أوروبا بالكثرة وبالتعرج. طيب مما ساعد على قيام العديد من ايه المواني. ادي دي ايه يا ولاد؟ المواني، بسبب ان احنا عندنا تعرج كبير فين؟ في السواحل بتاعة أوروبا. طيب دي ايه؟ العديد من ايه المواني الطبيعية. وتعد التغيرات المناخية والتلوث والاستغلال المفرط من بين التهديدات الرئيسية التي تواجه ايه السهول الساحلية في قارتي آسيا وأوروبا. يعني في حاجات بتهدد الطبيعة الجميلة اللي في قارة أوروبا دي كلها. وبكده يكون خلص درسنا النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو عندكم أي سؤال أو أي حاجة مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتات، وهننزل على جروب الواتساب الامتحان على الدرس ده، أو اللي هي ايه الأسئلة التدريبات، يعني عشان تأكدوا الفهم اللي انتوا ايه فهمتوه. تمام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.